نخش في الموضوع على طول. والسؤال او المعلومه الكونيه اللي عايزين نعرفها النهارده هو ليه الواحد لما يجي يقص شعره مش بيتوجع؟ تبقى ماشي كده في الشقه وتشوف اختك كده قاعده وماسكه البيبي ليس ولا بيك ولا عليك، واذا بك شامم رائحه شياط فظيعه، وهي طبعا بتضحك عادي. ايه يا هانم، انت مش حاسه ان انت بتولعي من جوه يا هانم؟ هات بس وريني البطاطس دي بتقول ايه، خلصني بسرعه كده يلا. ايه بقى الحوار ده؟ وليه بقى قص الشعر ده مش بيوجع مع ان الشعر ده جزء من اجزاء الجسم؟ اشمعنى بقى؟ يعني لو انا ماشي في امان الله وفجاه وانا ماشي لقيت صباع رجلي الصغير قرر ان هو ينتحر وراح خابط في سن الترابيزه، بلاش دي. حضرتك سمعت اغنيه حلوه او القطه بتاعتك جت وخبطت في رجلك؟ ايه بقى الشيء المشترك بين كل ده؟ وايه علاقه الكلام ده كله بقص الشعر؟ وهو ده اللي احنا هنعرفه النهارده في حلقتنا. يلا بينا. الى كل من يهم الامر من جوه مملكه البهاريز ببعت لكم السلام ويمساء العسليه عليكم وحلقه جديده وبهاريز جديد. لو الفيديو ده وصل لك لو سمحت انزل دوس لايك حالا، ولو لسه مش مشترك في القناه انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي. ملخص بقى الحلقه والحفله اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي كلها هي الاحساس يا صديقي. ايه ده؟ يعني ايه برضو؟ الاعصاب يا صديقي. طيب تعال بقى نشرح لك الكلام ده كله. جسم الانسان متوصل كله ببعضه، وواحد من ضمن الاجهزه اللي بتوصل جسم الانسان ببعضه هو النيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي. هو ايه اللي بيحصل اصلا يخلي الواحد يحس باي حاجه؟ مثلا واحد اتوجع او يشم حاجه او يسمع او يشوف. تعال اما اقولك، نمسك حاجه واحده ونشرح عليها. فلنفترض مثلا ان كان في واحد ماسك ابره وعمال يخيط حته مقطوعه في القميص، وفجاه راح يتشك بالابره. اللي بيحصل بقى دلوقتي ان هو بيتوجع. ايه بقى اللي حصل عشان نخليه يتوجع؟ بكل اختصار اللي بيحصل ايه؟ ان اول ما البني ادم بيتشك بالدبوس ده بيبقى فيه هنا زي حساسات او حاجه يسموها ريسبتورز كده، هي دي اللي بتستقبل الشكه دي، وعن طريق الخلايا العصبيه تقوم الرساله دي او المسج دي او الاشاره دي تقوم منقوله من الحته اللي الواحد اتشك فيها، تقوم راح عليه حاجه اسمها السنترال نيرفس سيستم اللي هو المخ والنخاع الشوكي. خلي بالك انا كل ده لسه ما حركتش ايدي. ويجي المخ بقى او النخاع الشوكي يبتدي بقى يترجم الموضوع ده، ويبتدي يترجم الوجع ده او يعمل حاجه اسمها ديكودينج. هيبتدي يفك شفره الكود بتاع الوجع ده، ويقوم باعت مسج او اشاره تانية لنفس المكان اللي انت اتشكيت فيه، وتقوم حضرتك موجوع. طبق بقى اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها دي على الكلام اللي فوق، سواء للنظر او للشم او لللمس او اي حاجه من الحواس. وزيرك من الشعر بيت ان الجلد بيكون فيه انواع كتير قوي من الحساسات دي او الريسبتورز اللي احنا لسه متكلمين عليها. يعني مثلا هتلاقي ريسبتورز او حساسات للبين او للالم، حساسات وريسبتورز ثانيه للتمبرتشر او درجه الحراره، ريسبتورز ثالثه للبريشر او للضغط، ولحد كده الموضوع عظمه قوي. ايه بقى موضوع قص الشعر ده اللي ما بيوجعش مع ان الشعر ده حته من جسم الانسان؟ في جمله واحده خليني اقول لك ان فتله الشعر دي هي عباره عن خلايا ميته، ديد سيلز معموله من بروتين اسمه كيراتين. طب وبعدين يعني من الاخر مفيش اعصاب ماشيه في الشعر. يعني الحاجه المسؤوله عن الاحساس او الوجع او الحاجه اللي بتوصل المسجات دي مش موجوده في الشعر. واحد طعم يجي يقول لي طب ما انا لما حد بيشدني من شعري ما انا بتوجع. الشعره نفسها ما فيهاش اعصاب، انما الجلد او فروه الراس اللي الشعرايه راشقه فيه بيكون مليانه اعصاب. علشان كده حضرتك لو مشيت ايدك على راسك من فوق كده هتحس ايدك، انما حضرتك لو مسكت اخر حته من فتله شعرك ايد حضرتك هتحس بالشعره، لكن الشعره مش هتحس بايد حضرتك. وده ليه بقى؟ عشان ايد حضرتك فيها اعصاب، انما الشعره زي ما احنا لسه قايلين ما فيهاش اعصاب، وبالتالي ايد حضرتك هي اللي هتحس انما الشعرايه مش هتحس. وافاجئك واقول لك ان في حته تانية في جسم الانسان زي الشعر بالظبط ما فيهاش احساس خالص. فكر كده. ايوه زي ما توقعت كده، الضوافر نفس الفكره بالظبط، ما فيهاش اعصاب ومش بتحس بيها لما تقصها. ولما حضرتك بتيجي تقص الضوافر وتخش على اللحم بتتوجع. ليه بقى؟ خلاص بقى عرفنا، علشان اللحم اللي هنا بيكون فيه اعصاب انما الضوافر ما فيهاش اعصاب. بس كده. لو الحلقه دي عجبتك وانا عارف ان هي عجبتك، لو سمحت انزل دوسي لايك، اعمل لي شير، اعمل سبسكرايب في القناه، واستنوني في بهاريز جديد من مملكه البهاريز.